النصيري يرتقي حوالي 3 أمتار قبل تسجيل أغلى هدف في تاريخ الكرة المغربية. ارتقى مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري 2.78 متر لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس العالم، عندما هز شباك البرتغال 1-0 السبت في ربع نهائي نسخة قطر 2022، ولم ينتظر النصيري. فارق الطول سوى 42 دقيقة لهز شباك دييغو كوستا بضربة رأسية رائعة إثر تمريرة عرضية أروع للمدافع الأيسر للوداد البيضاوي يحيى عطية الله، الذي لعب أساسية بسبب إصابة مدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي. وكانت المحاولة الرأسية الثالثة للنصيري في المباراة بعد الأولى إثر ركلة ركنية من حكيم زياش فوق العارضة، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش أيضا تابعها النصيري برأسه بجوار القائم الأيسر، وكانت الثالثة حاسمة عندما طار لها اللاعب بارتفاع 2.78 متر فوق كوستا ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياش، وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي. وكان الهدف الثالث للنصيري في مشاركتين في المونديال أعاد به الأذهان إلى هدفه المونديالي الأول عندما طار برأسه لركلة ركنية أنبر لها فيصل فجر في المباراة أمام إسبانيا 2-2، عندما منح بلاده التقدم 2-1 بعد دخوله مكان خالد بوطيب مسجل الهدف الأول. ونشر النصيري الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى 3 أهداف على حسابه في إنستغرام صورا لهدفه واحتفاله به، وكتب عليها: المستحيل ليس مغربيا، سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق، ديما ديما المغرب. وأشاد مدرب المغرب وليد الركراكي بالنصيري وقال: لطالما آمنت به، وهذا أمر جيد، حتى أنتم الصحفيون قتلتموني عندما قلت إنه سيذهب إلى كأس العالم. أعتقد أنه أفضل هداف للمغرب في كأس العالم، وقد رد على أرض الملعب، والجواب دائما على أرض الملعب إن كان لي كمدرب أو له كلاعب. وأضاف المدرب: آمنت بيوسف، وما يمنحه للفريق على أرضية الملعب لا يمكن أن يفهمه إلا من يعرف كرة القدم. هو يعمل من أجل الفريق مثل أوليفيا جيرو مع فرنسا تكون في المغرب، وهو المثل الأعلى للبقية، وأنا فخور به لأنه سجل هدفا مهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.